مش محتاجة منك صفقة عروض، مش محتاجة منك ان انت يبقى عندك وسائل دفع، مش محتاجة منك ان انت تفتح موقع. نصيحة مني لو انت مشترك عندي اعمل علامة الجرس عشان تجي لك نوتيفيكيشن كل يوم اثنين وخميس ان شاء الله باحدث استراتيجيه. ولو انت بتتفرج عليا لاول مره، انا مصطفى فرج ودي قناتي اللي بشرح لك فيها اهم استراتيجيات الربح من الانترنت. انا الكوميشن بتاعي كان 13 ريال، 13 ريال سعودي يا شباب. يعني انا لو جيت دلوقتي قلت انت لو اشتغلت دروب شيبينج مش هتجيب في المنتج اكتر من $5. طيب مصطفى 13 ريال سعودي دول بلاش الاثنين 23 هلله، لو 13 ريال سعودي دول انا عايز احسبهم بالدولار عشان اعرف مصطفى هكسب كام. يعني انا لو جيت قسمت على الدولار هنا مثلا بيعمل 3 في السعوديه متهيألي، يبقى انت كده مثلا كسبت $4. تمام، ال $4 دولت لمنتج واحد النهارده 10 عملاء. تمام، يبقى انت هتعمل حوالي كام؟ $40. طيب مبدئيا يا شباب احنا لما نيجي هنشتغل في الاستراتيجيه ديت لازم نعرف ايه المنصه اللي احنا هنشتغل عليها. المنصه دي في كتير ما اتكلموش عليها يا شباب، منصه اسمها لينك عربي، او زي ما انتم شايفين كده فوق ادي لينك عربي دوت كوم. ديت خاصه بالمتاجر اللي فتحت في دوله الخليج اللي هي بالذات في السعوديه. فنصيحه مني يا شباب، يعني اسمعوا مني انا، اكتر دوله فيها ترافيك او فيها شغل هي دوله السعوديه، واكتر ناس القوى الشرائيه عندهم حتى عاليه. ممكن يكون في دول تانية زي قطر ودول تانية مثلا زي البحرين وقطر وعمان فيهم قوى شرائيه، بس الشراء بتاعهم بيخافوا يشتروا او ما بيشتروش الا من اماكن معينه في مولات. لكن انا النهارده جاي اقول لك ان المجتمع السعودي مجتمع عنده قوى شرائيه عاليه جدا. بالذات خلي بالك الجانب النسائي، لانه قاعد ممكن يكون في جانب كبير جدا بيشتري اونلاين ومتعود على الشراء اونلاين فما عندوش مشكله. طيب مش هطول عليكم، ايه الموقع ده مصطفى او احنا ازاي نشترك فيه؟ طيب بص، اول حاجه هتدخل على جوجل عادي جدا، هتيجي على جوجل هنا هتكتب، انا بكتب فوق يعني، هتكتب لينك عربي. ادي لينك، طبعا معلش يا شباب، ادي لينك عربي. تمام، خلاص بقى مش مشكله، حتى لو انا كتبت كده هو بيغير الموضوع زي ما انتم شايفين كده، حتى لما انا كتبت بالغلط هو فهمها. لينك عربي، فهتضغط عليه هيقوم جاي فاتح لك الموقع ده. تمام يا شباب. طيب الاشتراك بتاعه لازم حاجه؟ لا، الاشتراك بتاعه سهل جدا. كل مشكله الاشتراك بتاعه ان هيقعد يوم واحد بس لغايه ما خدمه العملاء اللي هو الكاستمر سيرفيس يرد عليك. بعد ما دخلت يا شباب على الموقع هيفتح لك موقع اسمه لينك عربي زي ما انتم شايفين كده. الموقع دوت مميز جدا. تمام، محدش يقول ان انا بسوي الموقع ده عشان عموله مش هحط اي لينكات، انا والله يعني انا عاملها فعلا ليكوا ان انتوا يعني تحاولوا تشوفوا موضوع جديد وتخرجوا بقى عن اطار الدروب شيبينج والحاجات اللي هي الناس خلاص يعني فرموها. فلينك عربي دلوقتي هتدخل عليه هتعمل الدخول. انا هعمل دخول طبعا. انت لو عايز انت طبعا هتعمل حساب تسجيل انضم الى شبكاتنا. يا جماعه شباب سهل جدا كده، بتسجل في الفيسبوك عشان بس ايه، مش عايز اطول الفيديو. انا هدخل البيانات بتاعتي. تمام، ادي دخلت البيانات بتاعتي. بس يا شباب زي ما انتم شايفين كده عشان ما تتوهش مني، احنا بنعمل ايه يا شباب؟ بصوا الاقسام بتاعته هي مش صعبه جدا هنا، يعني ما تقراش ايه دي. طبعا بص الاكونت بتاعك هنا الكامبين دي اللي انا عايزك تركز عليها، هي اللي فيها العروض او هي فيها عروض الافiliate بتاعته. تمام. طيب ايه الجنريتور؟ زي ما انتم عارفين زي اليكس بيس بالظبط، والناس اشترت عموله بس مش عايز تتوه، وهي الموضوع ابسط من كده. الجنريتور اللي هو انت مثلا دخلت على الموقع ده عجبك بس في منتج واحد عايز تسوقه، فبتجيبه هنا وتحط ليه. هنشوف كل ده عمل مع بعض. طيب انا دلوقتي يا شباب ادي الكامبين اهيت بتاعتي. انا هدخل على اشوف العروض اللي عندهم ايه، وانا هقول لك برضه ايه افضل العروض اللي انت ممكن تشتغل عليها. وما تستعجلش عشان انا جاي لك في الكلام ازاي هتسوق وازاي هتجيب الفيديوهات، كل ده معاك ان شاء الله. طيب بصوا يا شباب، هي الصفحه بتبقى صعبه شويه في لينك عربي، ربنا يسهل ويعدله بس الستايل، بس هو ما فيهوش اي صعوبه. هنا يا شباب بيشتغلوا عن طريق حاجتين جدا. المجتمع السعودي عشان كده بقول لك كمل الفيديو للاخر، كل كلمه انا بقولها ليها معنى هتفرق معاك كتير جدا. المجتمع السعودي يا شباب لما بيجي يشتغل او بيبص على اعلانات لناس، بيفرق معاه جدا يلاقيك حاطط كود خاص. كود خاص يعني ايه كود خاص مبصري؟ يعني مثلا انت وانت حاطط الاعلان في سناب شات او في التيك توك مثلا، الراجل السعودي وهو بيشتغل بيحاول يبص على هو مديني خصم ولا مش مديني خصم. تمام، الخصم ياخد الكود بتاعك لو مثلا 3 حروف ويروح يجربه في الموقع. لو هو بيشوف السعر لما بيحط كود الخصم وبيتنفذ معاه بيعرف ان انت واثق فيه. فلينك عربي عشان عارف توجه او القوى الشرائيه للمجتمع السعودي او زي ما بيقولوا كده الخصائص بتاعته، فهو بدأ بيشتغل عن طريق حاجتين. ايه هي؟ بيديك كود خاص وبيديك لينك الافiliate. تمام يا شباب؟ طب يلا بينا. طيب
احنا يا باشا لو جينا بصينا كل دي هي دي العروض. يعني انت بص لو جيت لقيت الموسم بتاعك كده بيديك علامه رصاصي مثلا، ده حاجه اسمها متجر اسمه غصن القهوه. تمام. الشو بانر دي هتلاقيها في كله، يعني هتلاقي شو بانر هنا نو بانر خلاص ده مش عامل لك ايه الشو بانر ديت. الشو بانر دي ان هو بيديك لينك الافيليت جاهز. تمام يا شباب؟ تمام. فهو بيقول لك دي استعراض المتجر. لو انت عايز تشوف المتجر هتضغط هنا. طب لو انا عايز اشوف بقى الافيليت فانا بدخل على شو بانر واحد. انا كده بشرح لكم على متجر واحد منهم. طب الماتيريال دي يا شباب ناس تعبانه فيها، وخلي بالك السعوديين بيتعبوا فيها جدا وبيبقوا عاملين فيها مجهود عالي جدا. فانت باذن الله ما تقلقش من اي حاجه، لان انت هتكون مدي ثقه للعميل السعودي. تمام. طيب بص القهوه هنا، خد بالك بقى من حاجه. لما تدخل تعرف هتاخد عموله كام. طيب هو هنا بيجي يقول لك مثلا بص القهوه ادي الكامبين هيديك 3% على التحويل. جميل جدا يا شباب. 3% خلي بالكم، و5% و10%، اقصى حاجه هتلاقوها هنا 7%. مجديه جدا شباب، اسمعوا مني. انا بقول لك القوه الشرائيه عاليه، فما تقلقش. هو هنا زي ما انتم شايفين كده في ديب لينك وفي اضغط هنا نسخ الرابط. لو انا هضغط هنا نسخ الرابط بيديك العلامه الخضراء اللي هي تحت دي، ان هي معناها ان انت خلاص خدت الرابط. بتاخد الرابط تتاكد منه، تحطه فوق هنا كوبي بيست. تمام. بنشوف نفتح المتجر مع بعض ونشوف اللينك بتاع العموله اللي العميل هيدخل عليه هيودينا فين. تمام. وبلاقي المنتجات بتاعته. فانا خلاص هو لو دخل على اي منتج من ده واشترى هتاخد انت العموله بتاعتك بمنتهى السهوله. تمام يا شباب؟ خلاص انت الموضوع ده مش عايز اهري فيه. خلاص المصور عرفنا ان احنا هناخد الديب لينك من هنا، قصدي النسخ الرابط. طب انا لو عجبني منتج من المنتجات دي، يعني مثلا لو انا جبت الباكج عايز منتج، انا نصيحتي اشتغل على المنتجات اللي فيها 183 ريال زي اللي احنا شفناه، او 190 ريال. كل ما تعلى انت ربحك بيزيد. وما تقلقش، اللي هو اللي بيشتري في السعوديه عنده امكانيه ان هو يشتري، يعني كل شويه بتبقى عالية. طب انا عجبني المنتج ده مصطفى، هشتغل على الناس، هحط الموقع ده كده، هحط المنتج ده واقوم جاي باعت الناس عليه. هقوم جاي واخد اللينك ده كده، تمام، كوبي اهو، واقوم رايح على اللي هو الديب لينك دي واضغط عليها، واقوم جاي حاطط عادي اللينك بتاعي اهوت، واقول له جيت كود، اديني الكود بتاعي. عادي جدا يا شباب، كأنك بتعمل افيليت بالظبط. بس هنا ميزه الافيليت ده ان هو مسموح تشتغل بيه على التيك توك من غير اي مشاكل خالص. تمام يا شباب؟ طيب هو كده يا شباب الديب لينك اهو اداهولك، فهتاخده كده كوبي. تمام. طيب انا لما اجي اخد اللينك ده كوبي يا مصطفى واروح اعمل له احطه ممكن اختصره اسعاره؟ لا، ما بص تنعبش نفسك بقى بالتصغير، لان ساعات التصغير ده بيعمل مشاكل وبيعطل اللينك. بالعكس انا بقول لك دلوقتي هخليك تحط اللينك بمنتهى السهوله من غير صفحه. تمام. طيب خلاص ادي مثلا ادي زي خدنا 3%. تعالوا نشوف عروض تانية. ننزل كده، يعني انا في نتائج كبيره في منصه سله. منصه سله طبعا معروفه، يعني انت لو خدت منصه سله دي ورحت، يعني ده بيديك 10% يا شباب من منصه سله. اقل حاجه فيها 200 ريال في الاشتراك بتاعها من 200. تعال نشوف مثلا اشتغلنا على منصه سله اللي هي من اسهل ما يكون ان انت تعرف تسوقها، لان كله دلوقتي عنده اهتمام بالتجاره الالكترونيه بالذات في الخليج وفي السعوديه. طيب انا لو جيت دخلت على منصه سله يا شباب وعايز اشوف الديب لينك بتاعها ايه، نفس الطريقه، بس هنا بيديك 10%. يعني انا لو جيت دلوقتي قلت 200% في 10%، يعني يديك 20 ريال على المنتج. تمام. مش 10 ونص بس. وتسويقه سهل جدا، تسويق بسيط، تسويق مفيش اي حاجه. هنا بقى نصيحتي ليك، طالما انت لسه بادئ معايا الفيديو، ما تحاولش بقى تحدد منتج هو ولا باقه، لا انت هتاخد الرابط على طول. اضغط هنا نسخ الرابط اهوت. تمام. وهتقوم جاي رايح هنا، خليني مثلا نشتغل على السله وتمسح ده كده وتودي الرابط بتاعك اهو بمنتهى السهوله. تمام يا شباب؟ بس احنا كده خلصنا. طيب مصطفى انا معيش اي حاجه اشتغل بيها. يعني ايه ما عندكش اي حاجه تشتغل بيها؟ انا ما بعرفش اعمل فيديو، ما بعرفش اعمل صور، ما بعرفش اعمل اي حاجه. في طريقتين. في طريقه ان انت ممكن تروح على كانفا وتعمل الموضوع ده، وفي طريقه ان انت ممكن تدخل على التيك توك تكتب سله وتشوف الفيديو بتاعه ايه وتاخده داونلود وتعيد نشره تاني، ما فيهوش اي مشكله فيه. لكن انا جاي لك النهارده عشان اقول لك على حاجه كويسه جدا، اللي هي ازاي يبقى عندك كرييتيفز او يبقى عندك فيديو او صور. هنا المنصه دي بتدعمك كمان بكل الحاجات دي، يعني انت مش محتاج اي حاجه. زي ما شفنا كده شباب، احنا خلاص عرفنا ازاي من الشو بانر واحد ده ان احنا بناخد البانر، يا اما ديب لينك ان انا باخد منتج احطه في الديب لينك، يا اما الموقع كله بيبقى عباره عن لينك جاهز فبتاخده وتسوقه. تمام. هنا خدنا اللينك اللي هو بتاعه. طبعا عايز بقى ايه؟ اشوف شويه حاجات تانية. تعال بس نقرا منصه سله كاتب لك يمكنك تحميل تصاميم دعائيه للمتجر واستخدامها في التسويق. احنا في حاجه نسينا يا شباب، قلت لك في كود خصم كمان، يعني هو بيدعمك. يعني انت غير ان انت بتعمل
تعمل اعلان، لا ده انت كمان هتحط كود خصم، يعني العميل لو مش ناوي هيدخل يشتري. فمتخيل؟ فبقول لك يوجد كوبون تخفيض للعملاء بخصم 10%. ركز بس، في فرق ايه؟ الكوبون ده فيه 10% عموله لايه؟ للراجل. يعني انت هتيجي تقول للراجل لو انت خدت اشتركت بالكوبون ده بالطريقه التسويق المباشر انا جاي ينفعك، فانا معايا كوبون ب 10%. فهو جاي يقول لك ده جاي ينفعك، ده يديني 10% كوبون، هياخد 10% من الباقات الشهريه، وهيخصم 20% من الباقات السنويه. يبقى كوبون الخصم هو يا شباب دوت زي ما انت كده تاخد كوبي، تمام، تيجي هنا كده وتقوم جاي مسيف كوبون الخصم. تمام يا شباب؟ خدت كوبون الخصم يا باشا، تمام. انت كده عندك حمله دعائيه قويه جدا، قويه جدا. اسمع مين انت لما تيجي على التيك توك اللي هو عليه كل السعوديين دلوقتي، والسناب شات، وتعمل فيديو او تعمل صوره على السناب شات، خليك صوره على التيك توك، خليك فيديو، وتحط كود خصم وما تتكلمش عن طريق كود الخصم ده يا شباب. لما هو يضغط على اللينك اللي عندك هيقوم جاي رايح للمتجر، خلاص الراجل انت كده بكود الخصم ده شجعت الناس ان هي تدخل تشتري. طيب بيقول لك كمان بقى انت لو عايز يمكنك تحميل تصاميم دعائيه للمتجر واستخدامها في التسوق، هو اللي عاملها لك مجانا. تعالوا ندخل نشوف ايه الموضوع. زي ما انتم شايفين كده يا شباب، هو بص وفاتح لك بقى حاجات كتير جدا. هو بيقول لك بص بقى مقسم لك ازاي. لو انت هتعمل ستوري، طبعا احنا محتاجين الستوري انستجرام، لو انت هتسوق على انستجرام فانا عامل لك ستوري جميله جدا. طب الموبايل بانر، لو انت بقى بتشتغل في بانرات وبتاع العاب هتحطها برضه انا معاك. في تويتر انا مديك الحمله الدعائيه بتاعتك. طيب في فيديوهات مديك فيديو. طب نصوص حملات اعلاميه بي دي اف، لو حد طالب بي دي اف الاعلان هتديله كل حاجه موجوده. سله ابلكيشن ادي الفيديو. طب ما تيجي نشوف كده الانستجرام ايه اللي هو جايبه. لو احنا دخلنا على الانستجرام يا شباب، بصوا هو دلوقتي مديك صور كلها تنفع تتحط في الستوري. احنا لو هنسوق عن طريق تيك توك، فانا بقول لك هو مديك، هتلاقي تعالى نفتح كده التسويق بالعموله مثلا دوت نشوفه. هو هنا مسميها تسويق بالعموله على اساس يعني ايه، هي مخصصه ليك انت يعني. تمام. فدي بانر مثلا بقول لك انشئ متجرك احترافي بتصميم احترافي واكثر من 40 لغه، انضم الى السله الان. بس مش اي تعب ولا اي حاجه، وحاجه احترافيه جدا، وانا انصحك دي تاخدها في السناب شات. اول ما العميل انت راح هتضيف ايه، هتاخد الصوره دي كده وتروح على كانفا وتحط كود الخصم فين يا شباب. هتحط كود الخصم بتاعك كده بس ما تتكلمش، هتكتب كود خصم 10%، هتحطه هنا او تحطه هنا بس كده. يعني غير الدعايه ديت يا شباب، انت كمان هتحط كود خاص. تمام تمام. شو طب ادينا انت بقى ايه، اقعد بقى ايه يا باشا، اختار اللي على مزاجك. يعني مثلا لو جينا شفنا دي كمان، بص عاملين لك نماذج انت ما تقعدش تفكر كتير. يعني اذا كنت من الاسره المنتجه، بص يا شباب حاجه في منتهى الروعه، يعني مجهز لك كل حاجه، يعني مجهز لك كل الدعم. تمام. فما عندكش اي مشكله. يعني انت دلوقتي عندك ايه المشكله اللي عندك؟ انت دلوقتي عندك المنتج وخلاص عرفت. انا بقول لك تشتغل مثلا على سله، العموله بتاعتك هتاخد 10%، يعني اكتر من انت تبيع منتجات كنت بتكسب $5، لا انت دلوقتي هتكسب $5 $5 من غير ما تعمل موقع، من غير ما يبقى عندك وسيله دفع، يبقى عندك صفحه هبوط، من غير ما عندك اي حاجه. هوريك دلوقتي. تمام يا شباب. خلاص ادي اللينك عربي، مش عايزين نطول الفيديو. خلاص يا شباب انا كده خلصت وعرفت ان انا هشتغل على اللينك. طبعا نسيت انزل الحاجات بتاعت الانستجرام مثلا، انزل ديت تسويق بالعموله ايه، وحاجه اقول له هنا انزل بس الصوره ديت تنزيل. تمام. هو جميل جدا شيء. وبرضه ممكن اروح على اخد الفيديوهات انزلها مثلا على الديسكتوب، ماشي نزل. تمام. بس حاول ديت كده اطلع فوق، اخد الفيديو اللي هم كانوا عاملينه اللي هو الام 4. تمام. ده كده نزل تاني خلاص. ارجع بقى. بس يا شباب الموضوع بسيط وابسط منه مفيش. الموضوع انا جايب لك موضوع بقول لك معاك كل حاجه، معاك اللينك، معاك صوره ومعاك فيديو، عشان هنعمل حمله على حاجتين. انت تقدر تتعلم تسويق كمان، خلي بالك. يعني انا بحاول لما اكون معاك ان انا اخليك تتعلم تسويق. ادي سنة نزلنا الفيديو بتاعها. تمام. خلاص. بس يا شباب زي ما انتم شايفين كده احنا هنشتغل على التيك توك. تمام. المنصه اللي انا بقول لكم عليها حاولوا تشتغلوا بيها بالذات في السعوديه. يا شباب في سؤال، يا مصطفى انت ليه ما بتشتغلش فيسبوك؟ يا شباب ما هو في قصه، بس انا بس عايز افهم للناس اللي كانت عندي وبيطلبوا الفيسبوك. يا شباب في مشاكل كتير جدا في الفيسبوك دلوقتي مع وسائل الدفع اللي مع المصريين. ايه في الحسابات مش موجودي في المنصه اللي انا بتكلم، في الدوله اللي انا بتكلم عليها. يعني انا مثلا لو بشتغل دلوقتي على بشتغل على الخليج او بشتغل على السعوديه، ايه اللي يخليني استخدم الفيسبوك؟ طبعا انا كده معلش مسوق فاشل. لكن انا بقول لك دلوقتي ليه تيك توك او ليه ان السناب شات اللي هم اقوى اتنين في الخليج العربي دلوقتي. فخلينا نركز في اللي احنا بنقول لك عليه دلوقتي، ركز معايا عشان تستفيد فعلا.
دلوقتي التيك توك يا شباب، لما انا اجي اشتغل على التيك توك زي ما انتم شايفين كده، ليه يا مصطفى انت اشتغلت دلوقتي على الاوتوماتيك؟ اشتغلت على الاوتوماتيك علشان انا كنت ممكن اشتغل كاستمز، تمام، اللي هو العادي بقى ان انت تشتغل كاستمز اللي هو انا جبتها، اللي هي تشتغل ادفانسد، انت تقعد تحدد بقى التارجت اودينس، وتقعد تحدد الحمله ايه وتظبط. طيب انا زي ما قلت مش هشتغل كاستمر، هشتغل هي اللي هي العاديه الاوتوماتيك، لان هي دلوقتي بقت هي اللي فعاله وهي اللي بتجيب فعلا. طب انا هقول له لا انا هشتغل حمله جديده. بص يا شباب، انا هبتدي اشتغل الحمله. ليه ما اخترتش انا الحاجات ديت؟ لان الكونفرجن طبعا انا الموقع مش بتاعي، وديت الانجيجمنت وديت الليد انا مش هحتاجها طبعا، فانا هشتغل ترافيك. تمام، ادي الترافيك، يعني انا عايز زوار. هبتدي اشتغل في الترافيك. ليه؟ لان انا عايز اكبر عدد جدا. طب بص بقى يا شباب، هي دي التركية اللي انا جاي اكلمك عليها النهارده. اما تيجي تختار يا شباب، ما تختارش الكاستمر اودينس. انت معلش انت مش هتقعد تجرب، انا بقول لك $5 بالظبط. فخلي التيك توك هو اللي عارف العملاء بتوعك فين. طب هيعرفهم ازاي؟ مصطفى بيعرفهم من الفيديو او من الصوره، وبيحاول بالذكاء الاصطناعي يعرف حتى التكست اللي انت كاتبه. تمام. طيب يبقى انا هختار اوتوماتيك اودينس، لكن طبعا اللوكيشن لازم احدد اللوكيشن السعودي. تمام، السعودي كده عليها تحت ان شاء الله. ادي السعوديه عربيه، خلاص انا كده اخترت السعوديه. هبتدي انزل، هو بيقول لي عايزها في هنا في التيك توك او مش عايزها في حاجه تانية، بس هعمل كونتينيو بمنتهى البساطه يا شباب. ما تعقدش نفسك، ما تعقدش نفسك بالله عليك. فانا عليه هنا اقول له لا انا عايز الاقل ليميت عندي $5. تمام. طيب بيقول لي انت عايز تبتديها امتى؟ هبتديها من دلوقتي. بقى نصيحه يا شباب بالنسبه للوقت بقى، الوقت يا شباب اهم حاجه لما تيجي تبتدي. بالنسبه للخليج عشان بس ركز معايا، تبتدي من الساعه، انا بتكلم على السعوديه كمان، الناس بتشتغل دوامين يعني، او دوام مبات صعبه. هقول لك الطريقه في عندهم حاجه اسمها فتره القيلوله اللي هي فتره الراحه او النوم يعني. فانا عايزك تبتدي الحمله بتاعك ترننها من الساعه بعد الفجر، يعني الساعه 5 الصبح لغايه الساعه 12. جميل جدا يا شباب. بعد كده توقفها بايدك، توقفها تعمل ستوب بايدك، مش هعدلها في التاريخ، مش هعقدك يعني. تيجي الساعه 12 تقوم موقفها. طيب اشغلها امتى تاني؟ اعمل لها مش توقفها تقفلها، لا يعني توقفها ستوب بس كده، يعني تعمل ان اكتف. بعد كده تشغلها تاني من الساعه 4 لغايه الساعه 12 بالليل. دي اللهم بلغت اللهم فشل. تمام. فانا هعمل بعد كده كونتينيو، مش هعدل اي حاجه هنا خالص. تمام. هنيجي بقى للخطوه الاهم اللي هي بتاعه الفيديو. انا قلت لك خلاص كل حاجه جاهزه معاك. انت بصوا يا شباب، اللي احنا عملناه بالظبط كده هي الخطوات اللي انتوا شفتوها، اللي هي الاربع خطوات. تمام. اجي على الفيديو، وسي انا مثلا كنت رافع الفيديو، انا خدته الابلودنج، مش هنقعد نتكلم في الموضوع ده عشان الوقت، بس انا مثلا سي اخترت الفيديو ده، سي ان هو سله بتاع سله مثلا، اختاره. تمام. اهو. وبعمل كونفيرم. بيبتدي هو يختار الفيديو وينزله لك هنا وبتاع. طب بص يا شباب، في حاجه مهمه جدا. ايه الديسبلاي نيم دي؟ نصيحه مني يعني عشان السعودي يثق فيك وكده، اكتبها باسم المتجر اللي انت بتعمل عليه. يعني انا هنا هكتب متجر سله. طب معلش يا شباب، تاني سله عشان الانجليش عندي فيه مشكله. طيب التكست بقى، هقول لك على حاجه كويسه جدا. قلت لك النهارده جاي اقول لك على فكره التكست النهارده. لما تيجي تقول مثلا ان انت هتاخد ديسكاونت، يبقى نكتب هنا ما تقعدش تتكلم كتير، كده كده اللينك اللي موجود جوه هيقول اشترك سبسكرايب. يبقى انا حاجه هنا اقول ايه اللي هنا، هنكتب الكود او زي ما قلت لك عليه اللي هو الخصم. تمام يا شباب، عشان لما يجي الراجل السعودي او اللي عايز يشترك معاك ياخد كود الخصم، يبقى عارف ان ده عليك كام. تمام. يبقى هنا ايه؟ ديسكاونت work with 10% خصم. تمام. اللي هو ايه؟ تقوم حاطط بين قوسين كده، حاطط الكود عشان ما تظلموش، وادي الكود. يبقى ايه؟ انا اعمل بس دي نعملها كابسلوك ديسكاونت. تمام. وهنا الكود دي خليها سي كابيتال. تمام. خلي بالكم الحاجات دي مهمه. تمام. وهنا ايه؟ 10%، او مش لازم ويز دي خالص، 10% اوف. خليه بس انا عايز اشوف ايه ان في ديسكاونت كود. تمام. هنا شوب ناو، لا طبعا مش هنقول شوب ناو. انت هتختار هنا حاجه اللي هي السبسكرايب، فين الاشتراك؟ سبسكرايب، تشترك. تمام. هنا بقى خبط اليو ار ال. يبقى كده يا شباب انت خلاص اليو ار ال بتاعك اللي انت خدته من الموقع ما تعدلش فيه، ما تروحش عند بيتلي، ما تروحش عند اي حاجه تختصره، لان هو لو انت اختصرته هيوقفه. تمام. هو دلوقتي سامح بمواقع معينه موثوقه. تمام. في شراكه ما بينه وما بين المواقع. تمام يا شباب. تمام خلاص انا حطيته هنا. طب ايه مصطفى اللوجو اللي احنا شايفينه ده اللي هو ده كان موقع انا بعمله. انا شايف ان انت عادي ممكن تغيره وممكن تشيله عادي. انا نصيحتي يعني ما تحطش حاجه مختلفه عن سله، هتاخد لوجو السله وتقوم جاي حاطه مكانه بس.
خلاص هو ده الموضوع. طيب بقول لك لو انت اخترت على ديت فانت كده هتعتبر ان الكامبين هتنزل في الكرييتيف، لا انا مش عايزها، تمام، وبتيجي تعمل سبميت، هنيجي نضغط على سبميتنج بس يا شباب، والفيديو كده هينتشر معاك وهيشتغل ان شاء الله. وباذن الله اتابع النتائج امتى يا مصطفى، او كل قد ايه النتائج يا شباب لما تيجي تتابعها. انا قايل لك دلوقتي بس ان هو مش هيعمل لك اي، خلي بالك هو التيك توك اسرع من السناب شات في انه بيفحص انه معاه الذكاء الاصطناعي. لو لقى مشكله في الاعلان دلوقتي، لو احنا على الادز دلوقتي مش هتلاقي عليها اي علامه تعجب او علامه ان هو مش هيرنن لك الادز، تمام. هنشوف دلوقتي، انا سايبه براحته اهو دلوقتي معاكم وعملي، وهشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل. هتشوفوا هل هو وافق على الاعلان ولا لا، تمام. زي ما انتم شايفين يا شباب كده الحمله اتوافق عليها ومفيش اي مشكله فيها خالص، الاكتف ومفيش اي مشكله خالص، عشان اقول لكم ان الموضوع بقى مميز جدا. بس يا شباب ودي كانت قصتنا النهارده مع بعض. اخر كلامنا زي ما احنا متعودين، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ولا، كان معكم مصطفى من قناه ربح الانترنت. السلام عليكم.